اهلا بيكم في بينا نتعلم. النهارده هنعمل حاجه كلنا بنشتريها اللي هي البوكسز بتاعه الهدايا. كلنا بنشتري البوكس من بره، بس احنا ممكن نعمله من بوكس موجود اوريدي عندنا، او بنقص احنا الكرتون على شكل ينفع يتعمل بوكسز بمقاسات اللي احنا هنحتاجها. النهارده معانا فورمه. الفورمه دي بتتعمل بان يبقى عندي قطعه كرتون كبيره، ببدا اخد طول وعرض بمقاس اللي انا محتاجاه، وبعد ما اخدت الطول والعرض وعملت المربع او المستطيل ببدا اخد ارتفاع وبطلع بيه كده اهو. دي ارتفاع البوكس، ومن هنا نفس القصه، وبتبقى اشبه بحرف تي. حرف تي ده هو اللي في الاخر بيعمل لي الفورمه بتاعه البوكس. ببدا اقفل الفورمه ديت. التقفيل طبعا بيبقى بشكل بدائي بسولوتيب عشان ناخد الارتفاع، وبقفل من كل الجهات. ده الشكل البدائي للبوكس بتاعنا. ببدا عمليه التغليف. قدامنا اوبشن ان انا اجيب الستيكر اللي هو فيه لزق اصلا عشان ابدا الزقه، او ان انا اجيب الراب العادي بتاع الهدايا الجلاد واعمل بيه اغلف بيه البوكس بتاعي. انا اخترت اللون ده عشان ابدا اغلف بيه، وده فيه اصلا ستيكر من ورا. بقص على قد المقاس اللي انا محتاجاه وببدا الزق على البوكس بتاعي. بحط البوكس فوق الجلاد بتاعي، وبعمل حسابي ان يكون المسافة اللي هنا هي نفسها مسافة الارتفاع، وبرضو من كل الجوانب. لما بيقفل عليه ببدأ اقص الزيادة من الجلاد. جنب هنا عندي لازم اقص فيه قطع من الجنبين عشان لما ابدا اتني واغلف الجزء اللي في الجنب. ده الشكل النهائي للبوكس بتاعنا. ممكن اعمل فيونكات وابدا اخد الطرف ده واعمل منه كذا مره. كده خلصنا البوكس بتاعنا. نستخدم لأي هدايا، وخصوصا ان عيد الأم قريب. كل سنة وكل أم طيبة، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.